المواطنين الكرام، السلام عليكم. السلام على أرض لا تموت، السلام على الفاشر، المدينة الصامدة التي وقفت في وجه النار وبقيت واقفة حين السقوط، حتى حين سقط الجميع. ونقصد بالجميع هنا كل من صمت ومول ليقع في تلك التجربة إنسانية. الرحمة والبركة لشهداء الكرام، ونترحم على من ارتقوا بدمهم الطاهر إلى عليين، وعلى من حملوا أرواحهم مشاعل للنور في عتمة الطريق حتى سقطوا. هم باقون ما بقيت الأرض، لا يمحى أثرهم ولا يطفى ضيائهم، وبل أرواحهم ستظل باقية كبذرة ثابتة لإنبات المناضلين لحماية هذا الوطن. لن ننساكم بل نحيا لأجلكم. لقد شهدت الفاشر ومعها القرى الوادعة من حولها مجازر وإبادات وحشية ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع الجنجويد، جماعات حملت معها الرعب إلى أزقة الحارات والبيوت، لا تفرق بين مقاتل والطفل أو الشيخ أو الامرأة. المثير إن ميليشيا الدعم السريع وجنجويدها قد روجت قبل أكثر من أسبوع لمجازرها قادمة مع سبق الإصرار والترصد، حين نبهت مقاتليها بألا يسوروا أثناء ارتكابها للفظاعة، وذلك محاولة منها لطمس الحقيقة ودفن الشهود مع الضحايا. ولكن الحقيقة لا تدفن، فالأرض تشهد والدم البريء لا يصمت، بل يصرخ لإسماع كل من صمد على إزحاقها. وتظل لعنة للجاني نتبعها أو يتبعها إلى الأبد، فالحق لا يمحى والذاكرة لا تموت. لم تنكسر الفاشر، وبل وقفت على رمادها الشامخة تصنع من الألم صيفا ومن الدمار عزيمة للانتصار القادم، وأكيد يعاد بناؤها. أحيانا للعواصف ننحني، لكن أمام الأحقاد لا ننكسر. ولا يوجد الحق ووحشية لا علاقة لها بالإنسانية أكثر من قيام جنجويد بذبح مواطن في الشوارع العامة في مدن مثل النيالة، احتفاء باستيلاء الميليشيا على فرقة السادسة في فاشر السلطان. أرجو ألا تفرحوا الميليشيا، لأن هذه ليست نهاية بل بداية لوطن يولد من جديد. من الفاشر يبدأ الفجر ويكتب الأمل. من الفاشر نبدأ من الصفر، لكن لن نعود للوراء ولا الحياة مع هؤلاء الأوباش. لسنا دعاة حرب، ولكن تعلمنا إن السلم لا يمنح كهبة، بل يصنع بالصمود وبالكرامة. سلام بالكرامة لا بالهوان وسلب الحقوق وتهجير السكان الأصليين وإبدالهم بالقادمين الجدد. كل السودانيين مصيرهم واحد، رجالا ونساء، كتف بكتف. حين خزل العالم المدينة حملها أهلها على أكتافهم، معا لا ننحني. رجال ونساء الفاشر لم يقهروا، في ملامحهم تقرأ ملامح من أبطال كرري، أولئك الذين قال عنهم المستعمر القاتل ما هزمناهم بل قتلناهم وأبتناهم. واليوم يعيد التاريخ مشهد ذاته. أبتم المدينة بأطفالها وشيوخها وعجزتها بمال الارتزاق وسلاحه، لكنكم كما الأمس لم تحزموا أحدا. لأن من يقاتل من أجل الأرض والعرض والكرامة لا يهزم، وإن سقط جسده تظل روحه واقفة. إذن نموت واقفين ولا نحزم أبدا. إرادة لا تكسر، كل جرح شهادة، وكل صرخة وعد بالنهوض من جديد. ما من انتهي بنبتدي. إلى العالم
صمتكم لن يمحو حقيقة، فالفاشر تنادي والحق لا يموت. لقد نحت صمتكم العار في صدر التاريخ، وسيبقى شاهدا على زمن تخلى فيه العالم عن إنسانيته، حين كانت الأرواح تزهق والمدينة تستباح. صمت العالم خوفا من الممول للأسف، ذلك الذي حول المال إلى وقود للإبادة، ودفع بأدواته الرخيصة من الأوباش الذين لا يرقون إلى مقام البشر